الكحك على البارد بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبمقادير مظبوطة جدا. هقولك على التركات والمقادير اللي تخلي الكحك يطلع معاكي مظبوط من غير النقشة مطروح نهائي. وازاي الملبنية من جوه ما تبقاش مش ناشفة، وطريقة التسوية المظبوطة للكحكاية. شايفين الكحك طالع حلو ازاي؟ والملبنية كانت طالعة من جوه طرية جدا جدا جدا، ما فيهاش نشوفية خالص، والكحك كان دايب جدا. يلا عشان ما اطولش عليكم نشوف المقادير مع بعض. اول حاجه هبدا بيها الملبن. معايا هنا نص كيلو ملبن، ويا ريت نجيب الملبن من حد موثوق منه عشان الملبن يكون كويس للاكل. حطيت عليه معلقه كبيره من السمنه ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وانا بحب احط ريحه الموز، بتخلي طعمه حلو جدا وبتخليه زي اللي انت بتجيبيه جاهز من بره. هقلب المكونات دي كلها مع بعضيها، وهعجن الملبن مع السمنة كويس. وبعد كده هضيف عليه معلقتين او معلقة كبيرة من السمسم، وهقلبها كويس برضو. وبعد كده هبدأ ان انا اشكل بقى الملبنية. حجم الملبنية هنا من 5 ل6 جرام، ما نزودش عن كده علشان ما تطلعش بره الكحكاية. هبدأ بقى في المقادير بتاعتي. معايا هنا 550 جرام من السمنة. ويا ريت يكون عندك ميزان علشان تطلعي الحاجة مظبوطة. لو انت حباه يكون خشن شوية اعمليه 500 جرام. لو ناعم وسط يبقى 550. لو ناعم جدا بتحبيه دايب جدا بقى تخليه 600 جرام. انا هنا بوزن الحاجة قدامكم عشان تكون شايفين كويس. ومعايا هنا معلقتين كبار سكر بودرة، ما يعادل 50 جرام، علشان انا هنا هحط ملبن في الكحكاية. لو انت هتعمليه سادة خليه 60 جرام. وبعد كده حطيت الدقيق، كيلو من الدقيق، عليه رشة ملح. حابين تعملوا ضعف الكمية هنزود طبعا المقادير، هنضاعف المقادير. حابين تعملوا نص الكمية هنقلل المقادير. وبعد كده حطيت معلقة كبيرة من ريحة الكحك، بس معلقة مش مليانة، معلقة عادية مش هرمية، ممسوحة، معلقة ممسوحة ريحة الكحك. وما نزودش ريحة الكحك عشان ما يغمقش لون الكحكاية. ومعلقتين كبار من السمسم. هقلب المكونات دي بعضها مع بعضها. وبعد كده هحطها في العجان. لو انت ما عندكيش عجان هتبسي على ايدك. احنا هنا في مرحلة البس. شغلت العجان على سرعة هادية في الاول، وبعد كده بدأت ان انا ازود شوية بشوية. انا هنا اول ما الدقيق مع السمنة بيتبسم بيبقى ايه زي الرملة المندية كده. وبعد كده بتفرول، ما تخافيشي، كملي عجن. بعد كده هتبقى زي ما انتي شايفة عجينة سايلة خالص خالص خالص، وهو ده القوام اللي انا عايزاه. افرد العجينه كده على الاسباتيولا، ما ترجعش تاني، يبقى كده ما فيهاش عرق. كده خلاص مرحله البس خلصت. معايا هنا كوبايه الا ربع من الميه، ما يعادل 150 جرام. هبدا ان انا اعملها، احط حبه حبه من الميه، عشان خلي بالكم في دقيق بيحب يشرب السوائل، والدقيق لا، بتحطي المقدار مظبوط. انا هنا كنت حطيت 150 جرام من المية، ولما جيت اشكلها بعد كده لقيتها محتاجة ان هي مية زيادة، فزودت لها كمان مية، فاحتاجت مني 200 جرام من المية، يعني كوباية مية كاملة. انا هنا كنت بختبر حتة عجينة، خدتها وشكلتها بايدي وعملتها دايرة وضغطت عليها بصباعي، لقيتها شققت معايا، عرفت ان هي محتاجة ايه سوايل.
لما تلاقوها بتشقق ما تزودوش سمنه، لا انتوا كده هتخلوا الكحكايه دايبه خالص، مش مستحمله حاجه. هي هنا محتاجه سوائل، ميه، لبن، على حسب انت حطيتي وعجنتي بايه. انا هنا لقيتها محتاجه سوائل فضفت لها كمان ربع الكوبايه الباقي، يبقى انا كده ضفت كوبايه كامله، وعجنتها تاني وجربت تاني برضو. شايفين مفيش اي تشققات خالص. انا كده خلصتها. هبدأ ان انا اشكل بقى الكحكية. الكحك ما بيرتاحش، ما بنسيبوش نخمر. يعني انا بخلص ويدوب بخلص عجني فيه واغطيه عشان وشه ما يشقش معايا وانا شغالة. انما الكحك ما بسيبهوش يخمر نهائي. انا هنا بحب استخدم الميزان طبعا معايا، لان انا ما بستغناش عن الميزان خالص. هنا بوزن الكحكاية. وزن الكحكاية من 20 ل22 جرام، ما نقلش عن كده وما نزيدش عن كده، عشان الملبنية حجمها برضو حوالي 5 جرام، من 5 ل6 جرام. هبدأ ان انا اشكل بقى الكحك بالطريقة دي. زي ما انتوا شايفين كده بفتح الكحكاية وبضغط عليها وبعمل لها حفرة من جوه وبحشيها من الملبنية، وبسويه في الفرن على درجة حرارة 180. الملبن اللي محشي ملبن بيتسوى على درجة حرارة 180، انما السادة على درجة حرارة 160. اول ما الاقي ان الكحكاية من تحت خدت لون، هبدأ ان انا اشغل لها الشواية عشان تجيب لون من فوق كمان. وكده زي ما انتوا شايفين الكحكايه كانت طالعه حلوه جدا وكانت دايبه جدا، والملبنيه من جوه ما كانتش ناشفه خالص، كانت طالعه طريه جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي اشتراك وسبسكرايب للقناه عشان تتابعي كل جديد.